السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة معجنات، انما سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. هنعمل الباتيه بالجبنة وبالشوكولاتة كمان في صاج واحد، الاتنين مع بعض كده زي ما انتوا شايفين في صاج واحد. هنعملهم دفعة واحدة ونقطعهم دفعة واحدة، يعني مش هتحتاج ان انت تعملي واحدة واحدة كده وتقطعيها وتحطها في الصاج. شايفين بقى الباتيه المحشي بالجبنة عامل ازاي؟ مورق كده وجميل وهش وخفيف. ودلوقتي بقى هفتح لكم واحدة واوريكم قد ايه هو مورق من جوه كده، وطريقة توريقه سهلة جدا جدا. لو أول مرة تعملي معجنات هينجح معاك إن شاء الله من أول مرة. دلوقتي بقى هضغط عليه كده واوريكم قد ايه هو هش وخفيف وعامل زي الريشة، شايفين؟ ودلوقتي برضو هفتح لكم واحدة كده بالشوكولاتة واوريكم قد ايه برضو هي هشة وخفيفة كده من جوه. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. واول حاجة معانا في المقادير النهاردة، معانا كده كوباية من المية الدافية. كوباية من المية الدافية ما تكونش سخنة، وده علشان ما تفسدش الخميرة. بعدها برضو هضيف كده كوباية ونص من الحليب الدافي. وطبعا احنا بنستخدم المية والحليب دافيين علشان الخميرة تدوب معانا بسرعة، وفي نفس الوقت برضو علشان خاطر العجينة تخمر معانا بسرعة ما تاخدش معانا وقت. دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف كده معلقتين كبار من السكر. لو عندك سكر خشن حطي عادي، انا علشان عندي سكر مطحون فحطيت. بعدهم بقى هضيف ايه؟ هضيف كده معلقة صغيرة الا ربع كده من الملح، ودي كده معلقة ونص كبيرة كده من الخميرة الفورية. وهضيف عليهم ايه بقى؟ هضيف عليهم كده 8 معالق كبار من الزيت. وزن الزيت اللي احنا هنستخدمه النهارده وزنه كده 50 جرام. حابه تعايريهم بمعلقه الاكل الكبيره كده زي ما انا عايرت، زي ما انت حابه. حابه تعايريهم بالكوبايه، دول كده ربع كوبايه من الزيت. بعد كده بقى هقلب كل المكونات السائله دي كده مع بعضيها لغايه لما الخميره تدوب معايا كويس جدا، وفي نفس الوقت كله يختلط مع بعضه. دلوقتي بقى خلاص الخميره دابت معايا كويس جدا. هبتدي بقى احط الدقيق او الطحين. هحط قد ايه بقى من الدقيق او الطحين؟ هحط كده 7 كوبايات ممسوحين من حجم الكوبايه اللي عيرنا بها الحليب والميه. وزن الدقيق او الطحين اللي احنا استخدمناه النهارده في الطريقه وزنه كده 800 جرام. هبتدي بقى الم العجينه كده زي ما انتم شايفين. والعجينه احنا عايزين نعجنها كويس جدا جدا، مش اقل من ربع ساعه، وده علشان نكون عرق في العجينه. والعرق هو المطه في العجين، يعني تقعدي تعجني في العجينه كده لغايه لما تحسي ان هي ما بتتقطعش منك بسهوله. وده علشان خاطر المعجنات بتاعتك تطلع معاكي كده الانسجه بتاعتها مترابطه، وفي نفس الوقت ما تبرولش منك حتى لو قعدت لتاني يوم، تبقى عامله معاكي كده زي السفنج. طبعا انت بالنسبه لك بقى وانت بتعجني في العجينه هتحسي ان العجينه بتلزق معاكي. افرض انت عجنتي العجينه وحسيت ان العجينه قاسيه معاكي، ساعتها بقى ضيفي كده معلقه واتنين من الميه كمان، علشان طبعا كل دقيق مختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. فلو العجينه بتاعتك محتاجه ميه ضيفي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا لميت العجينه كده. العجينه طبعا طريه كده وبتلزق معانا، علشان المعجنات بتاعتك تطلع معاكي كده طريه بعد التسويه. اوعي تنشفي على العجينه او تخلي العجينه قاسيه، المعجنات هتطلع معاكي ناشفه بعد التسويه. دلوقتي بقى انا سبت العجينه كده تخمر لمده ساعتين علشان احنا في فصل الشتاء. لو انت بقى في فصل الصيف هتاخد معاكي كده حوالي نص ساعه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا هبطها كده من الخمر بتاعها. والخطوه بتاعه الخمر دي مهمه جدا جدا، علشان بتخلي معاكي في ليونه كده في العجين والعجينه بتبقى مريحه معاكي. دلوقتي بقى هاخد العجينه كده كلها وابتدي اقسمها. هقسمها بقى لكام جزء؟ هقسمها كده لاربع اجزاء. حاولي بس تخلي الاجزاء كلها قد بعضيها كده بالتقريب. لو عندك ميزان قسميهم على الميزان، ما عندكيش هتقسميهم كده بعينيكي. هتعملي العجينه الاول كده على شكل كوره، وبعد كده بقى تقسمي الكوره دي لاربع تربع. ساعتها بقى هيطلعوا معاكي كده اربع كور متساويين. هتعملي ايه بقى؟ هتكوري الكور دي كده وتحطيهم على صينيه كده مدهونه دهنه بسيطه كده من الزيت. وممكن بقى تسيبي العجينه تريح كده لمده 10 دقايق علشان لما تيجي تفردي العجينه ما ترجعش منك، وتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. اهم حاجه بس تغطي وش العجينه علشان العجين ما ينشفش معاكي. وبعد ما العجينه استريحت كده لمده 10 دقايق، هبتدي بقى اجيب اول كوره. هرش بقى تحتها كده وفوقها كده رشه بسيطه كده من الدقيق، ما تكتريش علشان العجين ما ينشفش معاكي. هبتدي بقى افرد العجينه كده على شكل مستطيل، مره بالطول ومره بالعرض، هتديكي شكل المستطيل. واول ما هفردها كده على شكل مستطيل هكون محضره بقى شويه زبده جنبي علشان خاطر افردها على العجينه.
تقدري بقى تستخدمي الزبدة وهي متماسكة كده بس تكون بدرجة حرارة الغرفة، يا إما تستخدميها وهي سايحة. أنا عملت معاكم نفس طريقة الباتيه دي قبل كده وعملتها معاكم بالزبدة السايحة، يعني مش شرط تستخدمي الزبدة وهي متماسكة. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى أعمل الزبدة كده بالشوكة علشان يبقى قوامها كريمي معايا. خلي قوامها كده زي الكريمة. وبعد كده بقى ابتدي حط منها كده أجزاء على العجينة وافرديها. أهم حاجة إن الجزء كله يبقى متغطي كده بالزبدة. بالنسبة بقى لنوع الزبدة اللي أنا استخدمته النهاردة، أنا استخدمت زبدة جنة. انتي بقى حابة تستخدمي أي نوع تاني زي ما انتي حابة. هبتدي بقى أعمل إيه بعد ما فردت الزبدة؟ هبتدي أطبق العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هطبق بقى الناحيتين على بعض كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هدهن في الحتة دي كده دهنة كده من الزبدة، وده علشان خاطر الباتيه يطلع معايا كده مورق من كل حتة. دهنة بسيطة كده ما تكتريش. وزي ما اتفقنا لو حابة تستخدمي الزبدة السايحة استخدميها وهي سايحة، بس أهم حاجة لما تيجي تسيحي الزبدة سيبيها تبرد الأول وبعد كده استخدميها على العجين، وده علشان برضو ما تفسديش الخميرة. دلوقتي بقى هطبق العجينة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، وهبتدي بقى انقلها على صينية كده عليها كيس بلاستيك مدهون دهنة كده من الزيت. ودلوقتي بقى ركزوا معايا، انا عملت الاربع كور بالشكل دوت علشان مش هطول عليكم مدة الفيديو. وهبتدي بقى اركنهم كده على جنب سواء في التلاجة او بره التلاجة. لو انت في فصل الشتاء سيبيهم بره التلاجة عادي، وخاصة كمان لو انت مستخدمة الزبدة متماسكة. انما انت بقى لو فصل الصيف سيبي العجينة كده في التلاجة لمدة ربع ساعة لغاية لما الزبدة تتماسك معاكي، وبعد كده افرديها. وده علشان خاطر لما تيجي تفردي العجينة في المرحلة دي الزبدة مش تخرج منك بره الطبقات وتبقى متماسكة. وفي الخطوة دي بقى هبتدي ارش رشة كده من الدقيق او الطحين تحت العجينة وفوق العجينة، رشة برضو خفيفة ما تكتريش. وده علشان العجينة ما تلزقش معاكي لما تيجي تفرديها بالنشابة. افردي بقى المستطيل الاول كده بكف ايديكي لغاية لما ياخد شكل متساوي كده معاكي، وبعد كده بقى افردي بالنشابة. اهم حاجة وانتي بتفردي العجينة في الخطوة دي تروحي قلبة العجينة كل شوية على الناحية التانية، وده علشان خاطر سمكها يطلع كل واحد معاكي والطبقات تطلع معاكي متساوية، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. طبعا وانتي بتفردي بقى في المرحلة دي هتحسي ان انتي جبت اخر العجين. اول ما تحسي ان انتي جبت اخر العجين وقفي على طول. هتحسي بقى ان الطبقات كده بدأت تتقطع معاكي، لا وقفي على طول ساعتها. شايفين انا دلوقتي فردت العجينة كده بقدر المستطاع، وبعد كده بقى هبتدي احشيها الحشوة اللي انا عايزاها. ظبطيها كده على شكل مستطيل علشان تاخدي نفس الشكل اللي شفتيه كده في اول الفيديو. دلوقتي بقى انا هحشيها كده بالجبنة الفيتا، اي نوع جبنة فيتا استخدميه. انا هستخدم النوع ده بالجبنة الفيتا. انت بقى بالنسبة لك لو حابة تحشي اي نوع جبنة تاني زي ما انت حابة، بس اهم حاجة الجبنة اللي هتستخدميها في الحشوة ما تكونش حادقة. ولو الجبنة حادقة عندك تقدري تنقعيها كده في شوية مية الاول وبعد كده تستخدميها. دلوقتي انا فردت الجبنة كده على العجينة، هتديكي طعم احلى وهتديكي توريقات زيادة. دلوقتي بقى فردت حبة كده على حرف العجينة، حابة تعملي الخطوة دي اعمليها. انا بالنسبة لي علشان الجبنة تظهر في التصوير فهحط حبة كده على حرف العجينة علشان تظهر معايا لما اجي اقطع الباتيه. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين انا لفيت العجينة كده على شكل رول، وهقفل بقى الرول ده كده كويس جدا جدا من النهاية كده علشان العجينة ما تفتحش مني بعد الخمر. دلوقتي بقى هجيب صاج مدهون دهنة كده كويسة من الزيت وهنقل فيه الرول. وانت بتعملي الرول وبقيسيه كده على الصاج، لقيتيه جاي على الصاج كله كده زي ما انت شايفة بتروحي خلاص كده موقفة ونقلة الرول كده على الصاج. لو لقيتيه مش جاي على قد الصاج ممكن تمط الرول كده بعد ما تعمليه. الصاج اللي انا استخدمته النهارده صاج 30 في 40. دلوقتي بقى ده الرول التاني من الجبنة. انا بالنسبة لي النهارده هعمل رولين كده من الجبنة ورولين من الشوكولاتة. شايفين هقفل العجينة كويس. ده كان تاني رول معايا. في المرحلة دي الرول لو مش جاي على قد الصاج تقدري برضو تمطيه كده بسهولة، او تفرديه كده وتبرميه برمة كمان علشان يطول معاكي. شايفين ده الرول التاني. وانتي بتحطي رولات ورا بعضيها وبسيبي مسافة كده بين كل رول ورول علشان تسيبي براح كده للعجينة لما تيجي تخمر. ده كان تالت رول معايا، هفرده برضو على شكل مستطيل كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هستخدم الشوكولاتة اللي انا حباها. انا هستخدم النهاردة الشوكولاتة كده من شوكولاتة الطبخ. هاخد كده 4 بارات كده منها وهبتدي ابشرهم. هبشرهم على المبشرة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ارشهم على العجينة. انتي في المرحلة دي لو عندك شوكولاتة نوتيلا قابلة للدهن تقدري ساعتها تدهني كده زي ما دهنا الجبنة. انا بالنسبة لي النهاردة زي ما قلت لكم كده استخدمت شوكولاتة الطبخ.
النوع اللي انا استخدمته النهارده شوكولاته سما، من الانواع الحلوه جدا جدا. هبتدي بقى ارشها كده على العجينه، وحاولي تسيبي حرف العجينه كده مش يكون عليه شوكولاته، علشان خاطر لما تيجي تقفلي العجينه تتقفل معاكي كويس. شايفين دلوقتي بقى انا عملت الرول كده وقفلت كويس، وهبتدي انقله على الصاج. ده كان تالت رول معايا. كل رول بتحطيه بتبتدي تبططيه كده ايه تبطيطه خفيفه. وده كان الرول الرابع. ملاحظين ان انا سايبه مسافه كده بين كل رول ورول. دلوقتي بقى هبتدي اقطع العجينه واقسمها كده على الحجم اللي انا عايزاه. قسمي بقى العجينه بالشكل دوت، وبعد كده بقى غطي على العجينه وسيبها تخمر كده لمده نص ساعه او ساعه كده، على حسب المكان اللي انت حاطه فيه الصاج. لو انت في فصل الصيف العجينه هتخمر معاكي كده بعد نص ساعه، انما انت بقى لو فصل الشتاء هتاخد معاكي من ساعه لساعتين على حسب المكان اللي انت حاطه فيه الصاج. اهم حاجه حجم العجينه يتضاعف معاكي ويبقى بالشكل ده. وده كان شكل العجينه بعد ما خمرت معانا كويس جدا. هبتدي بقى ادهن وشها كده زي ما انتوا شايفين. هجيب صفار بيضه واحط عليه معلقتين كده من الحليب، ورشه كده من القهوه سريعه الذوبان، ورشه فانيليا، واقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بدهن وش العجين. انتي لو مش بتحبي طعم البيض عادي تقدري تستغني عنه، ساعتها تجيبي شويه من الحليب على رشه من القهوه سريعه الذوبان، بتديكي لون حلو قوي للعجينه، مع رشه كده من الفانيليا، وادهني وش العجين، مش شرط البيض. وبعد كده بقى حابه ترشي سمسم زي ما انا رشيت كده رشي، مش حابه خلاص. وده كان شكل الصاج اول ما طلع معانا من الفرن وبرد. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله يفتح النفس. طبعا الصاج اول ما بيطلع من الفرن بتغطيه بفوطه كده، ومش بتكشفي عليه خالص الا لما يبرد كويس جدا الاول، علشان الباتيه ده انه طاري معاكي لغايه اخر واحده. اما بقى بالنسبه لدرجه حراره التسويه هتسويه على درجه حراره 200. بتشغلي الفرن الاول وتسخنيه كده لمده 10 دقايق، وتدخلي الصاج على فرن سخن. لو الفرن كهربا شغلي فوق وتحت والمروحه، وحطي الصاج في الرف اللي في النص. انما لو فرن البوتاجاز هتشغلي الفرن برضو على درجه حراره 200، وتحطي الصاج في الرف اللي في النص. واول ما الباتيه يستوي من تحت ويتحمر بتطفي بقى من تحت وتشغلي الشوايه وتحمري وشه. شايفين شكل الباتيه عامل ازاي؟ طبعا الباتيه مورق كده وواضح قدامكم، وهو بيتكلم عن نفسه مش محتاج كلام. جربوا الطريقه وان شاء الله الطريقه هتعجبكم جدا جدا. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. وبالنسبه لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.